انت اللي قتلت ابني يا مجدي. ده انت قول الحقيقه. إلهام شاهين في مسلسل سيد الناس اللي بيخرجه محمد سامي قالت إن هي حركة صباحها في فنجان القهوة اللي تعرضت لانتقادات دي حركة بتتعمل في المناطق الشعبية، وقالت كمان إن هي مش مستدعية كل الهجوم اللي حصل لها ده. يا مدام إلهام، الناس فعلا كانت زمان بتعمل الموضوع ده وفي المناطق الشعبية، بس كانوا بيحطوا طرف صباعهم، إنما حضرتك حطيتي كل صباعك هوقك، فيعني المنظر ما كانش لطيف. هل دي طريقة ناس طبيعيين في مصر؟ كل كلامهم كده؟ في بيت في مصر في كمية الكره اللي موجودة في بيت مسلسل سيد الناس؟ في بيت بيقول طول الوقت الألفاظ دي؟ في مرات أب فيها كمية الكره اللي موجودة في إلهام شاهين؟ انت بتصدر ايه؟ كل مسلسلات محمد سامي على مدى سنين طويلة فاتت لازما الإخوات بياكلوا في بعض. طب ما تطلع مشكلة وتحلها. لا، ده في الاخر لازما محمد رمضان يحط على اخواته ويطلع عينيهم، والاخوات يهينوا عياله ويموتوهم ويرموهم في الشوارع ايه ده؟ ايه كمية الكره اللي انت بتعملها دي؟ ولو في المجتمع كده طلعه بشكل حلو، طلعه وعالجه، طلع المشكلة وعالجها، ادي الناس حل ورسالة، مش تخلي على اخر رمضان كل العيال والشباب عايزه تتكلم بنفس الطريقه وعايزه وعرض اختي. طبعا احنا في اخر رمضان وفي العيد في كل الشوارع هنسمع كلمه وعرض اختي وملكوته، كل الكلام اللي انت عملته احنا هنسمعه في الشارع. الناس بتقلد، ده اصلا رساله الدراما، الناس بتقلد. فانت حضرتك خلقت لنا جيل من هذه الوجوه المشوهة. احمد زاهر في 2024 عمل مسلسل نعمة الافوكاتو مع محمد سامي، وكان عنده لازمه بيقول فيها وعرش ربنا. في 2025 عامل مسلسل برضه مع محمد سامي وبيقول فيها وعرض اختي. ربنا يستر من 2026 هيقول ايه. في مشهد بين مي عمر وهالة صدقي طالع في البرومو عبثي جدا يا جماعه. لما هالة صدقي بتستغرب على جمله وحوي يا وحوي اللي بتقولها مي عمر، فترد عليها مي عمر بكل بقى، تحس ان الموضوع فيه مصر سين، تقول لها اياحه، فاياحه دي طلعت ان هو تحسسهم ان هي مثلا بتقتلها يعني.